كنت بتصفح على السوشيال ميديا فلقيت بعض الاخبار المتداوله بهجوم كتير جدا فكرني بموقف. هحكي لكم الموقف الاول وهقول لكم ايه الاخبار دي والغايه من الموقف اللي انا بحكيه ايه. في يوم من الايام وانا صغير شويه حد من اصدقائي اتصل بيا، لقيته بيتصل بيا الساعه 3 الفجر: الحقني انا في مصيبه. خير يا ابني في ايه؟ دخل لقى مراته في الشقه هي وشخص غريب بيعملوا علاقه. طبعا قال لي انا ماسك السكينه دلوقتي حالا وهقتلهم هما الاثنين، انا هتعاقب بايه؟ قلت له اهدى. طبعا انا لو قلت له انت هتتعاقب في حاله زي دي بالحبس من 24 ساعه ل 3 سنين، لو قتلت الاثنين حبس من 24 ساعه ل 3 سنين، كان هينفذ على طول. ففضلت يعني احاول، هتتعدم، هيحصل لك كاني، هيحصل لك ماني، اوعى بلاش، انا جاي لك دلوقتي حالا وهبلغ النجده واجب النجده عليك. وبالفعل نزلت له وكنت بلغت النجده وانا نازل، وكانت النجده مشكوره كانت وصلت قبل مني. طلعنا فضلنا نهدي فيه ان هو ما يعملش برضه محضر زنا. المحضر الزنا الست والراجل، الزوجه دي والراجل، وطبعا هو هيروح معاهم على الاسم، وبعد كده الاثنين التانيين هيتعرضوا على قصه كده طويله عريضه وفضايح ياما جدا. بلد كلها هتعرف قضيه الزنا، خاصه في المواقف اللي زي بتتشم في النيابه، بتتعرف في النيابه في ثانيه. وطبعا عنده الاولاد وفضيحه كبيره جدا. ففضلنا قدر المستطاع نهدي فيه على قد ما نقدر لحد ما مال شويه الى ان هي تطلق وتبريه وتتنازل عن القايمه بتاعتها وتتنازل على الاولاد. فيعني قلنا لها احمدي ربنا واتكل على الله، انت عامله حدث جلل. فبالفعل اقتنعت ومشت والى اخره. ونتفاجأ بان الايام راحت والايام جت وان هي طلعت على السوشيال ميديا تستعطف الناس وتتهم هذا الزوج او هذا الطليق ان هو خد حقوقها، خد مش عارف ايه، خد ايه. قعدت تتهم فيه وكان بيتعدى عليا بالضرب وكان بيشتمني وبيسبني وبيتكلم في شرفي وانا على ذمته، ازاي ده راجل، ازاي ده مش عارف ايه، لحم ودم وقعدت تتكلم بقى من حين ما قال. طبعا الناس كلها تعاطفت معاها جدا، فضلوا يشتموا في الزوج ويسبوا في الزوج واشباه الرجال، وده مش راجل، ده خنزير، ده راجل شاف الكلام صعق. قلبت الحق باطل في ثانيه، بقيت انا اشباه رجال، بقيت انا كذا، بقيت كذا. المهم فده موضوعنا، التعاطف. احنا شعب مصري بننساق وراء العاطفه، ودي مصيبه. يعني اي حد وخاصه السيدات بيطلع يعمل فيديو يعيط فيه كله بينساق ورا كلامها وكأن كلامها ده مصدق، ولا يعلموا يعني الست لما بتعيط عياط الست او بكاء السيده او البنت او ايا كانت دي نقطه قوه وليست نقطه ضعف. ده سلاح من اسلحه القوه عند المراه وليست نقطه ضعف. واستجداء التعاطف عند الست اقوى 100 مره من الراجل. ولذلك بيبقى فيه كتير جدا من الفيديوهات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا انتوا بتسمعوا من طرف واحد بس، تتعاطفوا معاه وخاصه لو كان سيده، ونتفاجأ في امور كتيره جدا وفي قضايا كتيره جدا بتعرض علينا في هذا الشأن ان هي كذابه، ان هي غير صادقه، ان هي ضحكت على الناس، جرت الناس دي كلها وراها وقامت ملبساهم. فلا تنساقوا وراء العاطفه. لو سمعتوا قصه من اي حد انتظروا تعليق الطرف الاخر عليها، وحتى لو الطرف الثاني ده ما علقش على القصه او ما علقش على الروايه تنساقوش وراء العاطفه. واحب انهي الفيديو بالايه الكريمه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.